أحيانًا في أمهات بتلاحظ إنه ولادها بيبقى عندها يا إما حركات تكرارية، بدأت لازمة حركية، زي إنه يعدل شعره كل شوية والتانية، يلمس جزء من جسمه كل شوية والتانية، أحيانًا بتبقى لازمات صوتية أو حاجات أصوات متكررة، زي إنه يتنحنح كل شوية أو يعمل صوت ببُقّه كل شوية. أحيانًا بتبقى اللوازم دي بتبقى لازمات كلامية، ممكن إنه الطفل كل شوية كلمة معيّنة يفضل يعيدها بدون أي داعي في الحوار. أحيانًا كمان الكلمة اللي بيكررها دي ممكن تبقى لفظ خارج أو لفظ بذيء وهو مش عارف يوقّفها، ده بيبقى غصبٍ عنه هو بيكرر الكلمة دي كل شوية. طيب هو إيه ده اللي بيحصل مع الطفل؟ دي حاجة اسمها اضطراب اللوازم أو tick disorder، إنه الجهاز العصبي بتاع الطفل بيبقى فيه مشكلة، بحيث إن إحنا الحركات بتاعتنا أو الكلام بتاعنا الكنترول عليه أو التحكم فيه من الطفل ما بيبقاش قوي جدًا، وعلشان كده الأطفال دي بتبقى محتاجة مساعدة سلوكية، إزاي إن إحنا نقدر نخلّيهم يتحكموا في التصرفات دي. أحيانًا في الحالات الشديدة جدًا اللي اللوازم دي بتعمل لهم اضطراب شديد في يومهم، أو إن طفل طول الوقت عمّال يقول ألفاظ خارجة أو لفظ خارج غصبٍ عنه ومش عارف يوقّفه، أحيانًا بنلجأ للعلاج الدوائي في المنطقة دي، لمّا يبقى في مشكلة قوية في حياة الطفل أو في يومه أو بدأت تبقى محرجة جدًا بالنسبة له. لازم نلاحظ كل حاجة مختلفة بتظهر على سلوكيات ولادنا، لإن صحة ولادنا النفسية نعمة ولازم نحافظ عليها.